ازيكم عاملين ايه؟ الناس اللي حاطة امل جامد قوي على الكلام بتاع المعارضة ان في ثورة، ان في جهاز من الاجهزة قالب عليه وهو اللي بيفضحه، والكلام اللي انتوا عمالين تسمعوه من المعارضة بقى الكسكسي على حمصي اللي ملوش اي 30 لازمة ده. زي ما قلت، دولة اللي بتعلم عليكم في موضوع الطيارة، اللي كان اول تمن خدته الذهب اللي اتحول لنحاس، وعشان كده الطيار اختفى اللي طلع يجري ده من اللمة دي كلها. فطلعت زي ما قلت السعودية هي اللي بتعلم عليكم، وانا الوحيدة اللي قلت كده، مع ظهور الابواق الاعلامية الاخوانية والكسكسية على حمصية واللي في كندا واللي في مش عارفة فين اللي بيقول لك دي جهاز وطني هو اللي بيفضحه. المهم يعني، آه، هشام طلعت مصطفى خد رد اعتبار من قضية قتل. انا مش عارفة ازاي، يعني هو كان محكوم عليه بالسجن وهو خد عفو رئاسي، فهو ازاي عمل رد اعتبار؟ فانتوا المحاكم عندكم شغالة ازاي دلوقتي؟ يعني ايه القانون اللي طلع يرد اعتبار هشام طلعت مصطفى من قضية قتل هو كان محبوس فيها وخد عليها عفو رئاسي؟ يعني ما طلعش براءة مثلا عشان ياخد بمناسبة المقابر بتاعت الإمام الشافعي اللي بتتدمر، كل المقامات بتاعت آل البيت والحاجات دي عشان دول البهرة اللي مسكوا الحسين والسيدة نفيسة. آه، هما اللي دي طلبات الأسياد اللي بيدفعوا فلوس. بمناسبة الراجل التركي اللي موجود هنا عندكم في مصر والستات مهبوشة بيه، ويطلع لك واحد من المعارضين سلفي الهوى يقول لك فين جوازتكم وفين رجالتكم؟ طيب ما نبص على الزبون اللي ماسك البلد وخلى الستات عشان تجيب حاجتها، والنزول الجامد في حالتهم الاقتصادية ويتجهوا للدعارة عشان يعرفوا يعيشوا. ما نبص لده الأول؟ ولا ده ما يهمكش؟ المهم انه يبقى في الستر وفي النور، على رأي حازم ابو اسماعيل. بمناسبة حازم وصلاح ابو اسماعيل، دلوقتي الصوت اللي في كندا والاصوات بتاعت المعارضة بدأت تمهد لكم ان حازم ابو اسماعيل طالع زي دومة، عشان الناس بس المجرمين هم اللي بيخرجوا. احنا ما بنخرجش ناس بقضايا رأي زي الأطفال اللي محبوسين في قضايا التليفونات اللي مسكوها والكلام الفاضي ده، اللي قاعدين بقالهم 15 سنة و10 سنين و3 سنين، ومن 2019 في ناس مختفية من ساعة ثورة محمد علي، اللي هم كانوا الناس ماشية في الشارع عادي ما لهمش دعوة بأي حاجة. دول لا، ما نطلعهمش، لكن نطلع المجرمين. طلع واحد زي أحمد دومة ويقول لك ايه، أصل ده كان أمريكا طلباه يخرج. الله، طب وهي بريطانيا اللي طلبت علاء عبد الفتاح يخرج ما خرجش ليه؟ عشان اللي بيخرج بيبقى خارج بديل انه يبقى مع زي خالد داوود كده والناس اللطيفة دي اللي بتطلع تهزمكم نفسيا، قصاد ما انتوا شايفين ان في امل وفي مخابرات هتساعدكم وفي رجالة شرفاء في الجيش ورجالة شرفاء في مش عارفة فين. الناس دي طالعة تحبطكم وتقول لكم مفيش امل في اي حاجة، لان فعلا محدش هيعمل حاجه غير لو انتوا اللي عايزين. وانتوا بدأ ما شاء الله عندكم ثوره جياع رهيبه جدا. الراجل اللي اشتغل 3 ايام في شركه نقل اموال وسرق مليون وشويه، يعني انتوا داخلين في ثوره جياع وبدأتوها ما شاء الله يعني، وانتوا مستنيين الرجاله الشرفاء تطلع. آه، في كلام سمعته كده برضو من كندا، على من المخابرات اللي بتخبط مطلعة واحدة ست تشتم عن أمن الدولة. أمن الدولة الجهة الوحيدة في مشواري مع الدولة كلها بأجهزتها الشمامة دي كلها الحرامية القوادين، اللي كانت مش متدخلة في الموضوع، واللي كانت تيجي تقولي كده صراحة الأمر مش في إيدينا، الأمر في إيد الرقابة الإدارية، إحنا ما بقالناش سلطة في حاجة. أمن الدولة اللي أوقات كتير كانت بتوجهني إن الموضوع مش في إيديها والموضوع مع فلان. أمن الدولة اللي حاولت في مرة تتدخل عشان تحللي الموضوع والرقابة الإدارية رفضت.
فالحط على أمن الدولة علشان نخلق حالة ضد الشرطة أو ضد أمن الدولة مقابل الحالة اللي حاصلة دلوقتي قصاد الجيش، ده تهريج. مفيش حاجة هتتعاد. انتي جيتي منين؟ دخلتي منين؟ مفيش حاجة هتتعاد. ماشي. فأمن الدولة كون إن فيها واحد فاسد واحد مرتشي، ده زي بالظبط مجلس الدولة اللي جابوا فيه تاجر آثار وهم عارفين إنه تاجر آثار، زي ما جابوا ياسر القاضي وهم عارفين عليه قضايا دعارة وقضايا سرقة وقضايا رشوة وقضايا فساد وهم اللي جايبينه. فده العادي جدا، بس ده كان الجهاز الوحيد اللي خد الحياد، وقف على جنب يتفرج. يعني ده اللي صدق إنه ممكن يطلع منه شرفة. لكن الجيش والمخابرات والناس القوادة دي لا طبعا، اللي يمشوا مبارك ويحبسوه بالمنظر ده عشان يدمروا البلد ويبيعوها، ويجي يقولك اصل احنا كنا مستنيين النظام العالمي يجيب اخره مع مصر، وهم بيحولوا الجيش لرجل الاعمال الوحيد في مصر. أزمة الدولار اللي عندكم علشان بيصفوا المستوردين ولا الموردين ولا الناس اللي عندها دولارات، عشان يفضل الجيش هو المورد والمستورد الوحيد. زي ما هم منعين الناس انها ما تفكرش ان هو لما يقولك احنا عايزين فلوس من بره من المصريين في الخارج، ان هو كده مش بيخطط انه يمنع الفلوس من الخارج. هو عايز يمنع الفلوس من الخارج، هو عايز يفقر الناس، هو بيفقر البلد فقر متعمد. والسعودية وريتكم هو في فلوس الطيارة بتاعت زامبيا، وريتكم فلوسكم بتروح فين. السعودية فضح لان دي كانت الرحلة 200 ومش عارفة كام، يعني دي مش اول رحلة تطلع بفلوس من البلد. زي ما طلعت قلت لكم قبل كده، فلوس القرض بتاع المصرية للاتصالات اللي اتاخد وتوزع على ياسر القاضي وعلى محمد عرفان وما ادوش فيه عباس كامل، راح مع عباس كامل مفوره. طب تدور عليهم بقى دلوقتي دول فين؟ هتلاقي عرفان ماسك معهد مكافحة الفساد عشان نستغله في الخبرة بتاعته في الفساد، ونفرخ ناس فاسدة كويس قوي، فئات أمنة جديدة، ونطلع ياسر القاضي اللي السيسي طلع شكره من فترة عشان أنا بقول عليه إنه حرامي. وشوية ونطلع أحمد درويش نمسكه رئيس وزراء بعد التعويمة الجديدة. فيعني انتوا بكل الاشكال مستنيين حد ينجدكوا، ومحدش هيعمل كده لان الراجل ده مدعوم. الراجل ده لقطة للجيش اللي هو واجهة بالنسبة له، لقطة لبره، لقطة لإسرائيل، لقطة لكل دول العالم اللي بتدفع له فلوس علشان، وفلوس يا ريتها قيمة الحاجة اللي بياخدوها، يا ريته بيبيع الحاجة بقيمتها. كنت عايزة اتكلم على موضوع الديجيتال سوسايتي بما اننا بنتكلم على الحرامية. الرقمنة، عقل الدولة اللي تحت الارض ب14 متر. الصبح قريت بوستين، بوست عن البنوك وبوست عن مكاتب البريد. وطبعا اللي احنا بنشوفه هنا بقى في السفارات والقنصليات اللي ورا مصر، من ان انت عشان تجدد باسبور مصري ف تدفع 300 يورو، 300 دولار. وهو اصلا انت لما بتغير باسبورك الامريكي او اللي بتدفع 20 80 دولار 100 دولار. فليه الباسبور المصري يدفع عليه كده؟ علشان هو مش عايز. وفي قرارات طالعه دلوقتي انه ابناء المصريين اللي بره المتجنسين بجنسيه تانية مش عارفه هيدفعوا كام وهم داخلين المطارات، عشان هو بيعمل زي ما حصل في اليمن وحصل في العراق وحصل في سوريا وحصل في ليبيا وحصل في فلسطين، انه بيقلل السكان.
القرارات دي مش طالعة علشان يبتزك وياخد منك فلوس، هو بيمنع اللي بره يدخل فلوس جوه، وبيمنع اللي بره انه يدخل جوه. خلاص مالكش، زي ما بيحصل في اسرائيل بالظبط، في فلسطين بالظبط. أه... واحدة صاحبتي اسمها فاطمة، عندها التكييفات بتاعتها اتحرقت من قطع الكهرباء، فافتكرت ان كان ليها حساب في البريد، فنزلت مكتب البريد اللي جنبها. قالوا لها لا، ده الحساب موقوف عشان انتي مفيش حركة عليه، فلازم تروحي المكتب اللي انتي فتحتي فيه الحساب علشان يرجعوا يأكتفوا لك الحساب تاني. فقلت لهم طب مش انتوا عندكم سيستم واحد بيوصل الكل؟ لا لازم تروحي. طيب ماشي. راحت واخده بعضها وطالعه على مكتب البريد تاني. الكلام ده كله 3 مكاتب في حلوان، في منطقه حلوان، يعني مش مثلا واحد في مدينة نصر لا، هي ساكنة في حلوان، في منطقة حدائق حلوان، وهي كانت من حلوان فراحت ففتحة الحساب في مكتب في حلوان، وهي جنب بيتها في حدائق حلوان واحد، والمكتب الرئيسي في منطقة المعصرة تقريبا، ولا المهم ان الحتة دي كلها تبع بعضها. يعني انت بتتكلم في 3 مكاتب في منطقة واحدة، ال3 مش على سيستم واحد ومش متوصلين ببعض. راحت طالعه على المكتب اللي هو فتحت فيه الحساب، قالوا لها لا، ده انتي معكيش، انتي لازم تروحي تاكتفي الحساب من الفرع الرئيسي. راحت رايحه الفرع الرئيسي بعد ما قعدت تدور عليه ومش لاقياه، وخدت توك توك وراحت بلاد الواق ودخلت حواري، والمكتب ملوش ساين يقولك الدايركشن بتاعه فين، ومش موجود على الGPS، ومش موجود في حته عشان حد يعرف يوصل للمكتب ده. يوصله ازاي؟ بقت ماشيه في الشارع تسال الناس. ده ديجيتال سوسايتي والانجازات ومصر اللي كلها كباري وطرق. المهم وصلت المكتب معفن تحت بير السلم. انتي جايه عشان تعملي تاكتفي الحساب. طيب اكتفت الحساب وخلصت وبتاع. طب يا جماعه يلا ادوني فلوسي. قالوا لها لا، لازم ترجعي عشان انتي معكيش كارت فيزا، لازم ترجعي الفرع التاني اللي انتي فتحتي فيه الحساب تاني. طب يا جماعه ما انا لسه جايه منه، هو انتوا مش كلكم على السيستم واحد؟ لا، ما انا ممكن اصرف لك من هنا لو انت معاكي فيزا، لكن ما اصرفلكيش فلوسك غير من الفرع اللي انت سحبتي منه. فراحت راجعه. طيب هاتولي الفلوس كلها. لا، عشان تقفلي الحساب هتلفي لفه قمر الدين تاني. فقالت لهم لا. طيب اعمل ايه؟ طب سيبي 100 جنيه وخدي الباقي. راحت ساحبه الباقي عشان تلحق تصلح تكييف من التكييفات لان طبعا المبلغ كبير عليه. فده الديجيتال سوسايتي اللي وزارة الاتصالات الحرامية قاطعين الطرق القوادين بياخدوا فلوس عليه، اللي سارقين فلوسي، اللي مرضيوش يدوني فلوسي، اللي فلوسي بتتهرب بره وبيتلعب بيها بيتكوين، اللي قعدت 4 سنين في المحاكم بلف على فلوسي مش عايزين يدوهاني بحكم محكمة، اللي المحكمة دلوقتي بتبرأ سمعة هشام طلعت من قضية قتل هو قتل. فدي الكوميديا السوداء اللي انتوا عايشين فيها، وده القضاء، وده الحكومة، ودي الحاجات اللطيفة. الموضوع التاني البنوك اللي مش متوصلة على النت، ولازم تروح تنزل تحدث البيانات في الفرع. انا عندي ابلكيشن للبنك، بخش اغير ابديت الحاجة، بيبعتولي ايميل ان الموضوع، الايميل ده ما بلوك، غيريه، اغيره. مش لازم اروح لغاية البنك. بروحش للبنك غير لما اجي اقفل حساب، عشان لو ليهم او علي، لو ليا او عليا، ولما افتح حساب جديد. في حسابات كمان بنفتحها اونلاين، لكن في انواع حسابات لازم اروح البنك عشان، فمعاملتي مع البنك كلها من ورا الشاشه، ما بحتاجش ان انا انزل واروح واجي معاملات الحكومه انا ما بحتاجش اروح واجي برضو. يعني انا عشان اجدد البطاقه بجددها اونلاين وبتجيني على البيت. تصريح العمل، كان عندنا هنا ازمه في تصريح العمل من ايام الكورونا، فحصل انه اتأخر تصاريح العمل بتاعتنا. حطوا على الويب سايت قالوا ان احنا كهجرة
مش هنطلع تصاريح عمل جديدة غير من في 10/2025. فبيطلبوا من باقي مؤسسات الدولة إنها ما توقف لناش الخدمات اللي بناخدها. لو كان في ميديكال انشورنس بناخده، لو في وظائف، الوظائف طبعا لازم تصاريح عمل اكتف شغالة وفاليد. فلا حد سألنا على تصاريح العمل، لا حد على التجديد، لا حد وقف لنا خدمة. لما بدأت تقف الخدمة امتى؟ وما وقفتش كمان، ده هم بيرجعوا لي ان ده يا جماعة بقالنا سنة ونص، انتي لسه ما جالكيش التصريح العمل. اروح مدياهم الورقة بتاعت الويب سايت بتاع الهجرة، فخلاص بيأكتفوا تاني. لما جالي تصريح العمل، انا تخيلت انه المفروض ان هو بيطلع لي تصريح العمل بيطلع لي بسنتين، فتخيلت ان هو هيطلع، لان انا مقدمة عليه من 2021، بقاله سنة ونص. 22 مش فاكرة. فتخيلت ان الفترة دي هتبقى محسوبة. تخيلوا ان السنة ونص ما تحسبوش من تصريح العمل. يعني هما اللي شالوا السنة ونص عندهم وانا دافع عليها فلوس، وراحوا مخليين بداية تصريح العمل من وقت ما استلمته. وقت ما استلمت تصريح العمل. مش قادرة احكي لكم كمان، يعني دي عايزة فيديو لوحدها او لايف لوحده عن معاملتي مع القضاء هنا. انا اتعاملت مع القضاء في حاجات بسيطة جدا، وكل مرة بنبهر من الرحمة والإنسانية بتاعت السيستم هنا في أمريكا، بتاعت السيستم الأمريكي. حقيقي بنبهر، وحقيقي God bless America. فأنا ما بحسش إن أنا عندي حاجة مختلفة عن أي مواطن أمريكي غير التصويت في الانتخابات. أي حاجة تانية أنا مش ممنوعة عني، زي أي مواطن أمريكي بالظبط. فربنا يتولاكوا طبعا. بس يعني أنا بسأل وزير الاتصالات اللي سافر 3 مرات الهند اللي هي طلع أول بلد تطلع القمر بتكلفة 75 مليون دولار، يعني أقل من 14 من 24 مليار دولار اللي حطيته بيهم عقل الأرض تحت عقل الدولة تحت الأرض ب14 متر. 75 مليون دولار يعني ما يكملوش ميزانية فيلم أمريكي أو أوروبي. الهند طلعت القمر، والخبر ده قالب الدنيا. فانت كوزير اتصالات رايح الهند 3 مرات وانت عندك أزمة دولار، بتهبب ايه هناك؟ بتهرب ايه؟ بتبيع ايه؟ بتتفق على ايه شمال لما انتوا صرفتوا مليارات عشان تحطوا عقل الدولة تحت الأرض، وهم صرفوا على انهم يطلعوا القمر، وانت مش عارف تربط سيستم مكاتب البريد اللي اشترى السيستم بتاعه ياسر القاضي عشان خد رشوة من الشركة اللي اشترى منها السيستم القديم، اللي هو رايح يفتح مكتب بريد اتفتح من ايام طارق كامل الله يرحمه. كان رايح يخرج مسجون من السجن علشان يمضيله على بيع فيلا في اسكندرية. انت بتسافر الهند تعمل ايه؟ 3 مرات السنة دي مسافر الهند، بتعمل ايه في الهند؟ يا حرامي يا قواد، انت والقوادين اللي معاك.
تعمل ايه في الهند وانت مش عارف تربط مكاتب بريد ببعض، مش عارف تربط سيستم تخلي البنوك، اللي هو البنوك دلوقتي عالميا ليها سيستم واحد. يعني الموضوع سهل وانتوا مش عايزين تربطوه. يلي عملتوا اكبر خازوق من سلاح الاشاره عشان تراقبوا الناس والجو ده. يلي بتشتروا سيستم من بره عشان تدبلجوا الصوت او تغيروا الصوت عشان تلبسوا الناس قضايا وتهم. الناس بتطلع القمر، والهند تعداد سكان اكبر من تعداد سكان مصر، 900,000 ديانة، مش مضطهد منهم غير المسلمين. ف انتوا ما عندكوش سيستم ديجيتال يربط حاجة. حتى هنا في القنصليات انت ما تقدر، انت البلد الوحيدة اللي ما ينفعش تطلب حاجتك اونلاين، لازم تسافر من ولاية للولاية اللي فيها القنصلية، وبيقفلوا الساعة 2 ولازم تديهم رشوة. مفيش حاجة تتعمل اونلاين، لا توكيل يتعمل اونلاين. وبعد ما بتروح السفارة عشان تعمل توكيل او عشان تعمل اي whatever اللي هتعمله، بيقعد يلف كعب داير 4 شهور و5 شهور و6 شهور. يعني كل اللي مات مات واللي صحي صحي ف السعودية اللي علمت عليكم في موضوع الطيارة زي ما انا قلت، والمكالمتين اللي واحدة جاتلي من امريكا واحدة جاتلي من مصر عشان يدوني معلومات غلط اقولها، ان دي رجالة المخابرات الاشاوس السكور التي لا تنام، ماشي، عشان عايزين يعرفوا انا عرفت انها السعوديه منين، وهي اصلا ملقحه على السوشيال ميديا شتمتكم للسعوديه والسعوديه بتشتمكم، وقله الادب بتاعتكم انتوا الاتنين، شغل الركح اللي بقت الدول شغاله بيه. فالسعوديه اللي علمت عليكم في موضوع الطياره. يعني لو بتسرقوا الفلوس وبتخلوا ربع تدوا للناس، ولا تعملوا كده حاجه للناس، يعني معرفش انتوا هتبقوا برضو، انا بسأل سؤال، هتبقوا لاجئين فين؟ في افريقيا اللي انتوا بتهربوا فيها الفلوس، ولا في جزر اللي عماله تتحرق وتولع في العالم كله؟ هتبقوا فين؟ هتبقوا لاجئين فين بفلوسنا؟ هتبقوا لاجئين فين بجد والله؟ هتبقوا لاجئين فين؟ وانتوا مفكرين الجنسيات اللي انتوا بتشتروها هنا دي، ولا بتشتروها في اي دولة، والشركات اللي انتوا بتعملوها دي مش هيتحط ايدهم عليها من بره؟ ليه؟ هو شمس بدران رجع بحاجة من انجلترا بعد ما مات عنده 99 سنة بره؟ شمس بدران رجع بحاجة ولا رجع فلوس من بره؟ وانتم مفكرين ان انتوا لما تخلوا الستات تشتغل في الدعارة عشان تعرف تاكل وتأكل عيالها، ان انتوا هتعيشوا عادي بره؟ واللي انتوا اشتغلتوا خونة عندهم دول هيسيبوكوا عادي كده؟ ولا احنا لما نشوفكوا في الشوارع هنسيبكوا عادي كده؟ فوقوا، لان محدش شريف في الجيش، محدش شريف في الجيش هينقلب. لو فيهم شريف ما كانوش حطوا مبارك في السجن، ما كانوش ادوا غزنا لإسرائيل، ما كانوش قسموا حدودنا، ما كانوش طلعوا هجروا أهل رفح والعريش عشان يدوها للمستثمرين، ما كانوش باعوا نهر النيل، ما كانوش عملوا حاجات كتير قوي. وديكوا شفتوا السعودية لما طلعت فضحته. حتى السعودية لما بتجيب ممثلين عندها وفنانين، لأن الفنانين مش عارفين يشتغلوا في مصر، فلما بقينا نسميه شوال الرز، بقى شوال الرز بفلوسه يجيب الفنانين تحت رجله يرقصهم زي البهلوانات. لما كل واحد فيهم يطلع يقوله يا ريتني جزمة في رجلك، يا ريتني شلوت دي بكرشك.
اما ضيعوا كل حاجة مصرية، ضيعوا الهوية المصرية، وبيعملوا سعودية جديدة بالمصريين وبالفن المصري وبالكورة المصرية. كله اشتروه، كله كان ليه تمن، كله ليه تمن عنده. كل مصري راح السعودية ليه تمن عنده، مفيش حد ملوش تمن. لأن الكبير اللي عندك ضباط الجيش بتوع الأمن القومي اللي بيبيعوا الأراضي وبيبيعوا العرض وبيبيعوا كل حاجة، بيبيعوا بأرخص تمن، فرخصونا كلنا ورخصوا البلد كلها. فما تنتظرش ان حد هيجي ينقذك، وما تصدقش ان في مخابرات صاحية وهتعمل وهتسوي. مفيش مخابرات هتبقى صاحية وبتسوي وكبيرها قوات زي عباس كامل اللي علم بنته في لندن. شوفوا عنده كام سنة وشوفوا بنته عندها كام سنة، وهو بعلم بنته بفلوس مين في لندن؟ اللي مطلعين لكم وزير التعليم ولا مش عارفة بتاع كلية ايه يقولك الهندسة هتبقى 4 سنين بدل 5، زي ما جابولكوا طارق شوقي هد منظومة التعليم كلها، ابتدائي واعدادي وثانوي. دلوقتي خلاص داخلين على التعليم الجامعي. العرب ما نسولناش ابدا ان احنا اللي علمناهم واكلناهم وشربناهم، ما نسوهاش. واحنا ستاتنا ملوك، والست المصرية اللي كانت تتجوز واحد عربي كانت تتكرم وما يتجوزت عليها. دلوقتي هما بيعملوا ايه في المصريات؟ بيعملوا فيكوا كلكوا ايه؟ العرب ما نسلكوش ده. كانت الست المصرية دي ملكة وهما بيتوقدوا. دلوقتي بنطلع الست المصرية شمامة زي شيرين، متسلقة زي أنغام، يعني بقت حاجة قذرة قوي. الست المصرية اللي كان الراجل بيتجوزها عارف انها ما بتخونش، حمالة أسية، دلوقتي بنصدرها عليها الدعارة والشرشحة زي نهاد أبو القمصان المحامية الشرشوحة. هو ده التصدير للست المصرية. فانتوا على يعني بدأتوا ثورة جياع، مش ما بدأتوهاش. ما عندكوش شريف في المخابرات في الأجهزة دي. كلهم حرامية ولاد كلب، كلهم حرامية ولاد كلب قوادين. ما حدش هيجي ينقذكم من بره، وما حدش هينقذكم من جوه. مفيش شرفة، مفيش شرفة. الشريف مش هياكل سحت، الشريف مش هيشوف الدعارة وياكل منها، الشريف مش هيبقى عارف ان بلده بتتخان وبتتهان بالمنظر ده ويبقى قاعد لسه. ده يروح ينتحر ارحم له. مفيش شريف عندكم، محدش هينقذكم. كل اللي بيتكلموا في المعارضة دول خونة، خونة. وديكوا شايفينهم وهم عمالين يفضحوا في بعض، وشايفين اللي بيطلع منهم في السجن بيبقى ايه تاريخه ورايح فين وبيعمل ايه. ده لما عملوا حوار وطني نهايته كان زيادة أعضاء مجلس الشعب والشورى، زيادة الفئات الأمنة. أي حد يقولك في شريف عندك بيديني معلومات، عمر ما الشرف كان بفضايح السراير، عمر ده ما كان الشرف، ولا بالشتيمة، ولا بإن الأخلاق الناس تبقى منحطة بالمنظر ده. يلا طولت عليكم.